شكرا شيخنا، طيب الله أنفاسك. عندنا مهند من بغداد عنده أسئلة. السؤال الأول شيخنا، السيد صباح شبر يقول: إذا أردت أن تعرف الأشخاص من هو الضال والمضل، فتسأل عن بعض الأشخاص، الخميني والطبطبائي والصدر والخوي وهكذا رجال، يعني هل ما لهذه الحقيقة من مكانه في يعني لا يخفى هذا كلام باطل لا يمكن الركون إليه، لأنه المقياس الوحيد الذي يمكن أن يتخذ لمعرفة الحق والباطل إذا ما جعلناه رجلا أو متشخصا بشخص حي أو كإنسان هم المعصومون فحسب. يعني علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا، من كان مع علي فهو مع الحق، ومن لم يكن مع علي فهو على الباطل، لأن عليا هو المعصوم، هو المقياس، أحسنتم، هو الاعتبار، هو كل شيء. كذلك أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما من هو دونهم فلا يمكن أن يعد مقياسا، لأنه على أقل تقدير في غير معصوم عن الخطأ، فلا يمكن أن يقال، يعني لا يمكن أن يجعل غير المعصوم مقياسا لتحديد ما إذا كان من معه أو ضده على حق أو باطل. هذا على نحو الإجمال. نعم، إذا كان هذا الذي هو دون المعصوم إذا عرف منه أنه يعني هو يقاس بالمعصوم بمقدار اقترابه من المعصوم، فإذا علمنا منه هذا الاقتراب فحينئذ قد يكون لمن يعاديه من غير وجه حق، قد يكون يعني تكون هذه قرينة على أن في عداء هذا شيئا يجعله من أهل الباطل. أما إذا افترضنا أن هذه الشخصيات هي أساسا شخصيات خلافية وعليها ملاحظات، أو لا أقل أن في منهاجها أو في تقييم منهاجها هنالك مسرح للاجتهاد في هذا التقييم. يعني واحد مثل خميني صاحب مثلا الاعتقاد بما يسمى بوحدة الوجود والموجود، هذه النظرية بذاتها للاجتهاد في تقييمها، وأنها دع وحدة الموجود، خلينا نقول وحدة الوجود، لأن وحدة الموجود المفروض ما حد يختلف بها يعني كحالة كنظرية كفرية تماما. الكلام في وحدة الوجود التي يشتبه كثيرا فيها ويلتبس في تقييمها. وحدة الوجود، أقول وحدة الموجود خلينا نخليها لأنها كفرية واضحة ما نقبل حتى الاجتهاد في تقييمها، لكن وحدة الوجود لأن هنالك التباسا في عبائرهم في عباراتهم، فهنالك من يمكن أن يذهب إلى أنها كفرية، وهنالك من يمكن أن يذهب إلى أنها لا تتقاطع أو يعني تعارض التوحيد. البعض مثلا فهم وحدة الوجود بمعنى إرجاع الممكنات إلى الله عز وجل، في وجودها إلى الله عز وجل، وهذا لا يخفى ضعفه، بس المهم يمكن أن يقبل الاجتهاد في ذلك إلى حد ما. فإذا عذرنا أحدا في اجتهاده في تقييمه أنه هذه نظرية مثلا صحيحة أو هي خاطئة لكنها ما بلغت حد الكفر أو الشرك أو ما شاكل، فإذا عذرنا من هو في هذا الجانب علينا أيضا أن نعذر من يذهب إلى الجانب الآخر، من يقول لا هذه نظرية كفرية وأراها مصادمة لأصل التوحيد، وبالتالي أنا أرفض من يتبناها وأعاديه بل وأبرأ منه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لا يمكن اتخاذ الوسط اللي هو الشخصية هذه المختلف في تقييمها، لا يمكن اتخاذها مقياسا. يعني هذه كلمة كنت أرجو من سماحة السيد صباح أن لا يقولها، يعني أعرف فيه ديانته وأعرف فيه عدالته وأعرف فيه صدقه، ولكن أعذره على ما قال، خاصة أنه عهدي به أنني كنت أناقشه في بعض هذه المسائل
وكان يحمل هؤلاء على خير. يعني كانت عادته، يعني لما أنا كنت لا أحملهم على خير في هذه النظريات، أصحاب هذه الاعتقادات المنحرفة، كان يقول لا، لابد أنه أيضا يعني نبحث أكثر عن حقيقة مرادهم وكذا، وبالنتيجة يحملهم على خير وينهي النقاش في هذا الموضوع. فعلى أي حال الكلام غير مقبول عندنا، ونعتبره غير صحيح، وكأنه ترفع به مقامات هؤلاء إلى مصاف المعصوم. إذا نحن اجتهدنا في رفض مناهجهم أو انتقدناهم في شيء، أو حتى إذا برئنا منهم بسبب هذه الأمور، هذه خلافيات معهودة معروفة وليست بدعا في تاريخ الحوزات. يعني إحنا إذا كنا في أزمنة معينة كان يقع تكفير بين الأصولية والإخبارية، والسيد من أعرف الناس بهذه المسائل، مع وضوح أن ما بين الإخبارية والأصولية أدنى بكثير في سعة الاجتهاد مما أوسع بكثير في سعة الاجتهاد مما كان بين من نحن نعتبرهم من طريق الفلاسفة والعرفاء المبطلين، والذين أخذوا التصوف أو النظريات الصوفية وزرقوها أو أقحموها في الثقافة الشيعية والاعتقاد الشيعي، وحاولوا المزاوجة بين منهج أهل البيت عليهم السلام وبين المناهج الفلسفية أو العرفانية الباطلة أو التصوفية أو الصوفية. فإذا كان الأمر هكذا بين الأصولية والإخبارية، ونحن مع ذلك نقول إنها فتنة قد انقضت، فتاوى التكفير للطرفين التي صدرت من هذا الطرف ضد ذاك، والتي مع الأسف أيضا تطورت في بعض الأحيان إلى حوادث عنف مؤسفة، ومع ذلك نترحم على الجميع أو نسكت عن الجميع ونقول كانت قضية خلافية وفيها أنظار، ما نجعل أحدا منهم مقياسا، يعني ما نجعله مقياسا، لا نجعل الأصولية مقياسا بحيث أنه كل من عاداه صار مبطلا، ولا نجعل الأخبارية أيضا مقياسا بحيث كل من عاداه أو حكى عليه يصير شنو مبطل أو منحرف، أو إذا تريد تعرفه أنه هذا صالح أم طالح فشوف يحكي عليه أو لا. ما جعلنا هكذا. وقبل ذلك أيضا حتى في عهود الأئمة الطاهرين عليهم السلام، هذا تراثنا موجود. يعني عندنا كتاب يؤلفه الأشعري على ما ببالي، وهو من الثقات ومن تلامذة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، أو من كبار الرواة المجمع على وثاقتهم، بعنوان مثالب هشام ويونس مثلا. زي يعني شلون يعني هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن مثلا. يعني كانوا أحيانا يؤلفون حتى بينهم صراعات، حتى بين تلامذة الأئمة عليهم السلام كان بينهم صراعات، وحتى أحيانا كانوا يؤلفون كتبا في تخطئة كل منهم، بل إلى حد أحيانا يصلون إلى حد يناهز البراءة، يعني إلى الدرجة. وهذه القضايا معروفة. شيخنا صراعات فكرية كانت، لكن بين الإخبارية والأصولية وصلت إلى الدماء، يعني كيف احنا نترحم عليه؟ هسه دعنا الآن ليش نجدد قضية إخبارية وأصولية الآن؟ خلينا الآن بموضوعنا، أنه نقول إذن إحنا لما نشوف عظيم مثلا من عظماء تلامذة أئمتنا عليهم السلام، وعظيم آخر وكانا يتناطحان إلى حد أنه كل يثلب الآخر، وأحيانا يؤلفون كتبا يعني ثلب الآخر، ومع ذلك ما عددنا أحدا منهم مقياسا بحيث أن كل من يتحدث عليه صار منحرفا أو صار ساقط العدالة أو يعني إنسان غير صالح. يعني ما جعلنا هكذا. الصدوق والمفيد أيضا كان بينهما خلاف شاسع إلى حد أن المفيد تجاسر على الصدوق. يعني المفيد الصدوق ألف كتاب الاعتقادات، المفيد جاء وألف كتاب تصحيح الاعتقادات، وفي هذا تصحيح الاعتقادات عبائر، يعني عبارات فيها جسارة على الصدوق. يعني
يعني يقول أصلا نصوره جاهل، واحد جاهل، لم يكن لأبي جعفر أن يدخل فيما لا يفقه، ما أدري شنو من هالتعابير مثلا. زين، حتى يعني الشغلات اللي بيها حتى خدش في العدالة أيضا. يعني هذا المفيد تكلم على الصدوق المولود بدعاء الإمام المهدي عليه السلام، والمفيد الذي رثاه الإمام المهدي عليه السلام وكتب له رسائل أيضا بخط اليد. يعني شنو تسوي؟ نجعل أحدهما مقياسا؟ يعني نقول كل من حكى على الصدوق هذا منحرف أو عميل مثلا نقول عنه؟ طبعا السيد ما يقول يعني هذا الكلام، بس أقصد كمثال سيد صباح يعني ما يقول هذا الكلام، بس أقصد يعني شنو هو، أنا ألاحظ عليه أنه يميل كثيرا إلى الحمل على الخير لأي شخصية يعني مشهورة في الداخل الشيعي، بس خلاص أنا هذا شخصيا ما أرتاح له، يعني ما أرتاح لهذا المسلك. أنا أقول لا، لابد أن ننقد، لأنه في الروايات إن أكثر الحق فيما تكرهون. يعني إحنا نكره، إحنا ما نكره أنه هاي الشخصيات تتساقط أمام أعيننا. شخصيا أنا والله أنا أكره، أنا ما أحب أنه رموز تلتف حولها الجماهير الشيعية، وكنا إحنا بنعتقد بها أنه تتساقط، نكتشف عندها انحرافات خطيرة جدا، ولا يمكن حملها على خطأ اجتهادي حتى نقول لا يعني خلص نتركهم على حالهم. مو مجرد أخطاء اجتهادية، لا، يصير أكو يعني نلحظ بشكل واضح أن لديهم تعمدا في تأسيس منهج انحرافي يقفز على أصول وثوابت آل محمد عليهم الصلاة والسلام. الآن هذا خاضع تقدير الأصول والثوابت والقفز عليها أو الانحراف خاضع للأنظار، فتبقى إذن مسألة اجتهادية في التقييم. لما نضيق واسعا؟ نخلي واحد كأنه معصوم بحيث إذا حكينا عليه خربت الدنيا خلاص. ليش؟ احنا أكثر ما يميزنا هو اجتهادنا وانفتاحنا، فتح باب الاجتهاد في التشيع، هذا أعظم شيء وأعظم جوهرة كما سبق وذكرته لكم كرارا. ليش نقيد هذا الشيء؟ حتى الأئمة عليهم السلام كانوا يرقبون أو يعني ينظرون إلى هذه، خلينا نقول، الصراعات بين الأجنحة الفكرية من تلامذتهم. لا أقول إنهم ارتضوها، ولكن عندنا آثار لو نلتفت إليها مضمونها أن الأئمة عليهم السلام أصلا إلى حد ما نستطيع أن نقول أذكوا هذه الاختلافات. يعني في عندنا روايات مضمونها أن الأئمة عليهم السلام يصرحون ويقولون نحن الذين أوقعنا الخلاف بينهم من أجل أن لا يعرفوا فيؤخذوا. مضمون الروايات هكذا. يعني في حتى هذا الخلاف الاجتهادي اللي أحيانا كان يقع فيه شيء من التطرف، على الأقل في اللسان، في الحدية، كان عموما من تخطيط الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. ارجعوا أنتم إلى الرسالة التي كتبها الصادق عليه السلام لزرارة مثلا، تلحظون في هذا تصريح الإمام عليه السلام بأنه هو الذي خالف بين زرارة وغيره من أعمدة تلامذته. فتبقى إذن قضية اجتهادية، أكثر الحق فيما نكره. احنا لدينا مؤاخذات على مناهج بعض الشخصيات المتسربلة بالتشيع. إن كنا محقين فنحن معذورون، فنحن لنا أجر. إن كنا غير محقين، فإذا ما دام الله عز وجل يعلم منا صدق النية وأننا إنما ننطلق غيرة وحيطة على منهاج آل محمد الطاهرين عليهم السلام، فهذا يكفينا. يعني نحن معذورون بذلك. نقلت لكم أنا تلك الرواية كرارا، مضمونها أنه لو أن عبدا أبغض رجلا في الله لأثابه الله على ذلك وأدخله الجنة، وإن كان المبغوض في علم الله من أهل الجنة. لأن القضية لله وفي الله، أهم شيء هوى لا يكون، أهم شيء.
يعني لا يكون دافعنا لمعاداة هذه الشخصية أو رفضها دافعا أهوائيا، دافعا نعوذ بالله يعني دنيويا، لا، دافع ديني بحت. وأزعم أن الذي يتابعنا بصدق يكتشف هذه الخصلة منا إن شاء الله تعالى، لأنه لا مصلحة لنا أبدا في معاداة فلان وفلان أو رفض فلان وفلان مع ما لهم من الأتباع والأنصار والمحبين. ما لنا مصلحة، يعني بصراحة ما لنا مصلحة. لو أن لنا مصلحة دنيوية فإنما تكون بالإقرار ب يعني عظمة هؤلاء وأنهم منا وأنهم مستقيمي العقيدة وأنهم وأنهم وأنهم. ما نفعل هذا الشيء، نرى أن من واجبنا أن نتكلم نتحدث، أما لا يجعل واحد منهم مقياسا، حتى وإن كان أحد من العلماء أو أحد من المعممين أو طلبة العلم أو أيا كان يذهب إلى كونهم أجلاء وعظماء، لا يضيقن واسعا ويقول كل من يخالفهم أو كل من يحكي عليهم فهذا ساقط العدالة أو هذا يعني ضال مضل مثلا. لا تسوون هذه المسألة، أنتم تضيقون هنا واسعا وشيء لا يرتضيه الإسلام. إذا نخلي مثل هذه المقاييس فإحنا نضطر هنا بأن نشرح الآن، نشرح أستطيع أن أقول كثير من علمائنا السابقين. يعني هو المفيد على عظمته مثلا، هو شنو احنا قلنا؟ حكى على الصدوق صحيح، اجى دور العلامة المجلسي حكى على المفيد. أنتم اقرأوا العلامة المجلسي أيضا له تصريحات شديدة ضد المفيد، وفيها جسارة أيضا قوية ضد المفيد، وحتى ضد الصدوق عنده. على المفيد تقريبا يتكلم عليه بأنه تأويلاته سخيفة، ما أدري فشي هالشكل، يعني عبارات كلش قوية، يعني تأويلاته سخيفة كذا، فشي هالشكل تقريبا. لأن المفيد مثلا ذهب إلى إنكار أو تأويل الروايات التي تحدثت عن أن المحتضر يرى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام في حال الاحتضار. أنكر ذلك المفيد وأول الروايات التي بهذا المعنى. فالعلامة المجلسي يأتي يقول شنو التأويلات السخيفة أصلا، مضمون كلامه الآن ما ذكر النص طبعا، مضمون كلامه يعلق على هذا ويعتبره من التأويلات السخيفة، الكلام اللي غير مقبول وكذا، ويعني يحمل بشدة على المفيد. تقريبا هذا كلامه في مرآة العقول، بإمكانكم أن ترجعوا إليه. وكذلك حتى العلامة المجلسي أيضا له تصريحات شديدة يعني ضد الصدوق، حتى ذات مرة اتهمه بأنه يعني يتلاعب بالروايات، يبتر الروايات إلى هالدرجة. تقريبا عبارتها هكذا، أنه الصدوق حذف كذا من الرواية وهذا يورث الظن بتدليسه بتحريفه، فتشي هالشكل لتوافق الرواية ومذهبه، فتشي هالشكل. يعني طبعا أنا لست مع الصدوق ولا المفيد ولا المجلسي في مثل هذه المناطحات، يعني لازم يكون واضح. أنا أفهم من حيث الإجمال أنه كيف بعض الأمور تكون غائمة وعائمة أو معتمة بحيث يمكن الاشتباه في فهمها أو الغفلة عنها، وبالتالي تحمل أحدا منهم غيرته الدينية على أن ينال من عالم آخر وإن كان أستاذا له، كما هو الحال بين المفيد والصدوق، فإن الصدوق أستاذ للمفيد، أو على سلف له كما هو الحال بين المجلسي والمفيد، فإن المفيد سلف قديم للمجلسي عليهم الرحمة. هذه لازم كلها نستوعبها إخواني، لازم نجعلها في الاستيعاب. ما ندري إحنا ربما بعد 100 سنة 200 سنة يأتي منهم بعدنا ويعيدون تقييم خلافاتنا نحن وتقييماتنا للآخرين، فيكتشفون منها صوابا ويكتشفون منها خطأ ويحملون الكل على خير ربما، مع أنه ما أظن، لأنه الآن بدأت الأمور تنكشف والحمد لله الحق بين والباطل بين. لكن على أي حال هذه
الحالة هذه موجودة خلفا عن سلف في العالم الشيعي. والتشيع كما قلنا أكبر مليون مرة من الرجال ومن الشخصيات ومن حتى بعض المراجع وبعض العلماء، فإذا سقط واحد منهم ما يسقط التشيع. التشيع طول عمره باق ببقاء محمد وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، وهم المقياس. يجعل واحد مقياسا، إذا واحد حكى عليه هذا خلص صار يعني برا الدائرة، هذا اعرف أنه ما أدري منتهي، هذا كذا، هذا الكلام كلام باطل، هذا مو صحيح، لا يقبل هذا الكلام. وأربأ بالسيد صباح وغيره من العلماء العاملين أنهم يعني يتكلمون هكذا، لكنني أيضا أستوعب أن حتى هذا الكلام الذي نطق به إنما دافعه وحامله عليه ما يرى فيه ذبا عن حرمات يعني علمائنا، هذا أيضا نستوعبه.